ناصر ماهر نزل ستوري حالا وبينتقد فيه حسام حسن انتقاد صريح كده. انسى ان انت تشوف ناصر ماهر تاني طول ما حسام حسن موجود في منتخب مصر. ملخص الستوري اللي نزلت اللي هي قدامكم ديت، ان ناصر ماهر بيقول لك ان اللي حصل ده حاجه محبطه جدا ليه، ان هو شايف ان هو كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وان اداؤه الفتره الاخيره بكلام الناس والمحللين والنقاد، وان هو الفتره الاخيره من احسن لاعبين الزمالك واحسن اللاعبين في مصر الفتره الاخيره، ان اللي حصل ده يعني ما يستحملوش اي حد، ولو جبل هيتهد. انا معاك يا ناصر يا ماهر ان انت تستحق الانضمام للمنتخب، معاك ان انت ممكن تكون اتظلمت في الاختيارات بتاعت المره ديت ان انت ما انضمتش للمنتخب، لكن شايف ان انت استعجلت قوي في الستوري اللي انت نزلتها ديت، لان الستوري دي يعني بتخلص الكلام كله ان انت مش هتنضم تاني للمنتخب. وكلنا عارفين كابتن حسام حسن، الناس اللي بتنتقده والناس اللي بتعترض على اختياراته، شفنا امام عاشور قبل كده ما شمش المنتخب بعد ما اعترض. شايف انك استعجلت شويه، يعني لو ما كنتش انضميت في المعسكر ده واستمريت وركزت في الملعب اكيد كنت هتنضم المعسكر اللي بعده. شايفك استعجلت شويه حتى لو كنت تستحق ان انت تروح المنتخب المره ديت. لكن يا ناصر يا مان عايزينك تركز في البطوله، انت في الامارات دلوقتي، عندنا نهائي بكره، عايزك تركز في النهائي. سيبك بقى دلوقتي من منتخب مصر، وسيبك من الاختيارات، وسيبك من كل حاجه، ركز في الماتش بتاع بكره، وسيبك من اي حاجه. انت لو ركزت في الملعب حسام حسن هياخدك غصب عنه. فشايف ان هي ستوري مش موفقه خالص من ناصر ماهر للاسف، كنت اتمنى ان هو يعني ما يعملش حاجه زي كده خالص يعني بجد.